السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده زي ما انتم شايفين كده كان عندي لفه جلاش كده نص كيلو في الفريزر من 30 سنه. قلت يا بنتي ايه، بدل ما ارميها حرام يلا نعمل حاجه حلوه كده، ايه وتكون حاجه جديده ما عملتهاش معاكم قبل كده، اللي هي المسخسخه زي ما انتم شايفين كده. وعملتها ايه، طلعت طعمها وريحتها زي العسل. يلا بينا نسمي الله ونخش نشوف الفيديو مع بعض. معايا هنا حبايبي زي ما انتم شايفين كده لفه جلاش نص كيلو، كانت في الفريزر بقالها قرن. فقلنا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين كده نجرب بقى ايه المسخسخه دي نعملها مع بعض. بس هنبتدي ان احنا ايه نقطع كده الجلاش كده زي ما انتم شايفين. طبعا هي ايه زي ما انتم شايفين كده متلجه طالعه من الفريزر، وانا عماله ايه اعافر معاها اهو، وهنقطعها كده نفرفتها خالص زي ما انتم شايفين كده بالسكينه. تمام، هخلص بقى التقطيع وبعد كده نشوف الخطوه الجايه ايه مع بعض. اهو حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا قطعت اهو بقى بالمنظر ده معايا. وجبت قالب كده اهوت باركس، لو صينيه الومنيا طبعا هيبقى جميل. واي حاجه بقى ايه عندك، دهنتها سمنه كويس قوي. وهنزل بقى بالكميه اللي معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنوزعها كده ايه ونسويها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو هايش كده علشان خاطر ايه ناشف، غير لما بيبقى طري عشان دوت ناشف لانه كان في الفريزر زي ما قلت لكم. تمام، هنخلص بقى نحط كل الكميه دي كده اللي معايا ونوزعها توزيعها كده محترمه في القالب اللي معانا دوت اهو. وبقى نضغط عليه ضغطه حلوه كده محترمه. وبعد كده بصوا هيهبط خالص، ولسه لما تستوي هيبقى ايه برضو هيقل الحجم بقى ايه بتاعها خالص. وهنزل بقى بالسمنه، طبعا معايا سمنه مسيحاها، اللي عنده زبده زي الفل مش هتقول لا. اي بقى ايه حاجه متوفره عندك، سمنه زبده واللي انتوا بتحبوه وتفضلوا. تمام، كده ايه عليها. بس اهم حاجه نحط سمنه او زبده كميه حلوه قوي، عشان انتوا عارفين الجلاش بيحب طبعا ايه المادة الدهنية بتبقى كتير كده وحلوة، عشان يبقى مورق معانا ايه وحاجة كده حلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل كده بالسمنة، وزي ما قلت لكم سمنة زبدة اللي انتوا تحبوه، تغرقوها كده وتبقى ايه عشان تبقى مورقة معانا كده وحاجة ايه حلويات وكل صينية الجلاش تشرب معانا كده السمنة، وتبقى حاجة حلوة كده ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى نشوفها ايه قبل ما ندخلها الفرن هيبقى شكلها عامل ازاي. اهو حبايبي كميه السمنه كده خلصتها اللي معايا، حطيتها حوالي كوبايه سمنه كده، سقيت بيها الجلاش كله كده زي ما انتوا شايفين. وهدخلها بقى الفرن طبعا انا مولعاه. وبعد كده بقى ايه نعمل مع بعض الكريم كراميل اللي احنا هنسقي بيه المسخسخه بتاعتنا. هنا حبايبي بقى معايا اللبن 3 كوبايات لبن من المجات اللي احنا بنشربه منها دي العاديه. وحطيت 8 معالق اكل سكر. ومعايا بكوين كريم كراميل اهو هفضيهم، بس اللبن يسخن معايا ايه شويه والسكر يدوب زي ما انتوا شايفين كده. بس السكر يدوب معايا عشان نسقي بقى المسخسخه بتاعتنا وتبقى حاجه كده مسخسخه بصحيح. ادي اللبن غلى معانا كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بالباكوين، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم في ناس بتعمل باكو واحد ونص مقدار اللبن والسكر، بس انا بحبها يعني الكريم كراميل كتير احنا بنحبوه، فعشان كده ايه عامله الكريم كراميل مقدارين. فاللي حابب بيعمل باكو واحد مقدار واحد زي ما انتوا حابين. يغلي معانا كده بس. بعد كده هننزل عليه بالمسخسخه، والصينيه اهي طلعت القالب طلع اهو من الفرن بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده زي العسل. وادي حبايبي الجلاش طلع معايا كده زي ما انتوا شايفين. وادي الكريم كراميل بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى كده ايه زي ما انتوا سامعين كده،
لكم سامعين الصوت. طبعا ايه سيبها بقى تبرد وبعد كده نقطعها مع بعض. احنا حابين الكريم كراميل زي ما قلت لكم يبقى كتير. اللي حابب بقى يعمل مقدار واحد يعني باكو واحد بس من الكريم كراميل براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين. بصوا شايفين بقى كلها كده ايه بتاخد وتدي مع بعضها كده ازاي؟ شايفين اكنها لسه على النار لان ده سخن وده سخن. تبرد بقى ونقطعها ونشوفها ايه مع بعض. ادي حبايبي المسخسخه زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله شربت كميه الكراميل زي ما انتوا شايفين. وكان عندي كام حته عين جمل كده جرشتهم وهنزين بيهم كده برضو ايه كده ايه نعلي التست بتاعنا كده شويه، لان هي بصراحه ريحتها يعني كده ايه باين عليها اللي هي مش محتاجه اي حاجه، بس يعني ايه كده يلا عشان ندلعوا نفسنا طالما الحاجه ايه موجوده زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نسمي الله ونقطع. وهنا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده بقى هنبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم نقطع كده المسخسخه، ومسخسخه وهي فعلا مسخسخه اسمها على مسمى. نطلع كده حته كده ايه نشوفها كده ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله حاجه جديده وحاجه حلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مسخسخه يا مسخسخه اهي زي ما انتوا شايفين. استني الحته دي بصوا طالعه ايه ما شاء الله لما بيرد طعمها كده ايه. استنى ادوق بقى ايه واقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طعمها حبايبي عايزه اقول لكم حاجه كده ايه حلويات وزي العسل. وانا واقعه قفلنا الكاميرا وقعدنا ناكله. طعمها زي العسل فعلا والله العظيم جميله جدا وطريقتها حلوه قوي قوي حتى وهي سخنه. طعمها حلو قوي كده وعطشه على ام علي شويه فطعمها جميل. طعمها حلو قوي 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 يعني وهي سخنه فكرتني بام علي. وبكده حبايبي تكون وصفتي خلصت. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. متنسوش في اللايك والشير وتفعيل الجرس زي احنا متابعين في الدنيا. واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.